طيب في نقطة يوم القيامة، بس دي المهمة اللي هي ايه، احنا قلنا فيها حركة السابق، نسيان الدار الآخرة. يوم القيامة الشمس تقترب من الرؤوس والناس بتسبح في العرق والى اخره، وكل واحد ما يسألش عن الثاني ولا يسأل حميم الحميم. يعني في طائفة من العباد خارجة من المقابر على الجنة مرة واحدة. مين دول؟ الله يرضى عليك. سيدنا رضوان بواب بتاع الجنة. ايه ده؟ اي وكان من غير بواب يعني. ايه ده؟ اي انتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان، كيف تدخلون الجنان؟ قال يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان. او ما قرأت القرآن؟ يا رضوان قرأ القرآن. قال وفي اي شيء من القرآن اقرأ؟ قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال وكيف كان صبركم؟ قال نحن كنا اذا اسيء الينا حلمنا، الله، واذا جهل علينا غفرنا، واذا اذنبنا استغفرنا، واذا ابتلينا صبرنا، واذا اعطينا شكرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. امال ليه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب بستان الاخلاق يقول تسابقني امرأة الى الجنة بينما اقعقع حلقة الجنة اذا بامرأة سفعاء الخدين تريد ان تسبقني، يقول من انت يا امة الله؟ الله، من انت؟ لا خديجة ولا عائشة ولا فاطمة ولا زينب ولا نسيبة ولا اسماء، من انت؟ قال انا امرأة تركها زوجها او مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم فآخذ بيدها معي إلى الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة. صبرت على عدم وجود رجل، صبرت على أن بقت عرضة للناس، صبرت على أن فيه الليل، خافت من البنت لما بلغت، والمجتمع نايم عنها. المجتمع لما ينام عن الضعيف لا بورك في أمتي إذا لم يؤخذ لحق الضعيف غير متعتع يوصله لغاية بيته. عمر الله يرضى عليه لما من مات قال القعقاع بن عمرو فأجهش عمر في البكاء، فالرجل هو خايف على القعقاع. قال والله لم يقتل من القواد غيره. قال انا لا ابكي على القعقاع، هذا رجل مشهور، ده رئيس اركان ولواء وجنرال انا ابكي على اناس لا يعرفهم عمر وانما لا يعرفهم الا رب عمر يجازيهم يوم القيامه. انا ابكي على انا ما اعرفهمش هم فين ومن اي بلاد من اي قبيله وسايب مين وتارك مين. وسبحان الله الصبر مر يا عم ابني على النفس الانسانيه من ضد الهوى، وبالذات عند الذي يستطيع الا يصبر. نعم، وهم كثر. نعم. انا ممكن ايه اشهر بيك في الصحيفه، ممكن اشهر بيك في الاعلام، ممكن اكتب فيك عريضه، ممكن اقابل فيك النائب العام في دقيقتين واقول لك مش عارف ايه، واقابل فلان وارشي فلان والعياذ بالله ادفع فلان واشوه الصوره واصغر واعمل لك مؤامرات واشاعات وسبحان الله وافرح بالانتصار. عايز صبر من ايه؟ قال علي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبر، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، أصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر.